قعد عمر بقرف بيبص حوالين الناس اللي في السجن، وكل شويه يضرب على دراعه ووشه من كتر الناموس والروايح اللي مش قادر يتحملها. قعد وسند دماغه على الحيطه بيفكر في احداث اليوم، وكل شويه عقله يروح لزينه ويفتكر كل كلامها. ولما لطشته غمض عينيه وقال: وبعدين بقى في البيت دي والله لو اوريك يا زينه. في بيت زينه نايمه على سريرها وبص للسقف. راح الفون وكمان رحت القسم والناس اتفرجت علينا. منك لله يا عمر والله لو اوريك. ماشي، اما خليتك تنام على البرش ما بقاش انا زينه. نروح عند اسماء في الشقه اللي فوقها. كانت واقفه على الباب مستنيه خطيبها عبده عشان تكلمه وهو طالع شقته. بصت في الساعه اللي في ايديها، الفجر هيأذن والبيه لسه مرجعش. ضربت على ظهرك ايديها: وبعدين بقى معاك يا عبده، ربنا يهديك يا رب. فجأة حست بخطوات، بصت لقيته فابتسمت براحة. الحمد لله. بس فجأة اتصدمت لما لقيته واقف قدامها وريحته كلها سجاير. الريحة دي يا عبده انت سكرت؟ ايه اللي موقفك في وقت زي كده يا بت؟ مش قادر تصلب طولك يا عبده، انت شربت؟ باتي نكدية، امال لما نتجوز هتعملي ايه؟ حرام عليك، ربنا يبارك في حياتنا ازاي وانت كده؟ يا بنت بطلي نكد بقى. بقولك ايه، ما تيجي نتجوز؟ اقسم بالله يا عبده لو ما فوتش باللي انت بتعمله ده انا هلغي الجواز الزفته دي. يا شيخة حريم نكدية، ضيعت الدماغ الواحد عاملها. دخلت الشقة وقفت الباب في وشه. قعدت على الارض. منك لله يا عبده، منك لله، ضيعت الحب، الشيء الجميل اللي ما بينا. نزلت في الوحل وضيعت نفسك وبتضيعني معاك. نروح عند زين اللي قاعد على الكرسي بيقرا كتاب بس مش مركز في ولا حرف. كل شويه دماغه تروح لاسماء ويبتسم، وفي الاخر قال لنفسه: يعني الف برا البلد وجوه البلد وقابل بنات اشكال والوان وما لاقيش حد يلفت انتباهي غير واحده مخطوبه؟ استغفر الله العظيم واتوب اليه. قام وقف وراح اتوضى وصلى ركعتين لله عشان ربنا يبعد عنه التفكير فيها. في صباح يوم جديد كان عمر عمال يخبط على الباب: يا زفت يا رائد، انت يا بني ادم. وصل رائد عنده: عامل غغا ليه يضع الصبح؟ العساكر جابوني من عربيتي بيقولوا الحقنا من الصداع، عاوز استحمى وهدوم نظيفه، كفايه قوي نمت بهدومي دي. ما تحبش ندخلك ساونا ونعمل لك مساج بالمره؟ ولا بلاش غباوه عشان ما قلش منك قدام العساكر. طب اعملها كده عشان قواضيك هيبقوا 5 وساعتها هتقضي الباقي من عمرك هنا. اخرج بس من هنا وهسوي وشك بالاسفلت يا رائد. جه ظابط من ورا رائد: رائد، في واحده جايه زياره اللي مسجونه عندك اسمه عمر. وهنا الرائد: شكلها حبيبه القلب ما قدروش على بعدك جايين وراك لهنا. ماشي يا رائد، هاتها يا ابني. طب مش هنخرجه يا فندم الاول؟ نخرجه ايه يا ابني، ده عامل زي الطور مش هنقدر نسيطر عليه. اطلع بس من هنا وهوريك يا رائد الكلب. دخلت البنت واللي اتصدم عمر ورائد بشده لما شافوها لانها كانت زينه. وقفت زينه قدام عمر: يا حرام، الصراحه ما قدرتش افوت على نفسي الفرصه دي واشوف الكائن اللي كان عمال يشخط وينطر وكانه صاحب الارض. سبحان الله، سبحان مغير الاحوال يا اخي. امشي من هنا. ازاي بس، ده انا بنت بلد قوي. بص انا جايبه لك شويه طعميه وفول، عارفهم ولا معدتك الفوفي مش واخده غير على التوست والمربى؟ وهنا رائد قال: مش معقول والله، كيادة عسل، رغم ما بانش من ملامحك الكيوت دي انك تطلعي كده. وهنا زينة وشها احمر: تحبوا انتوا الاتنين اجيب لكم 2 ليمون؟ فرد رائف عليه: يا دوب يكفوا ليك بعد الفول يا برنس. فضحكوا هما الاتنين. زينة حست بالخجل من رائد فمدت ايديها بالاكل: اتفضل اديله دول عشان امشي. رمى رائد الشنطه في وش عمر وهو باصص عليها وقال: ايه رايك اوصلك؟ المواصلات الصبح بتبقى زحمه قوي. اتوترت من كلامه: الشرطه في خدمه الشعب. لا شكرا، ابني خلي بره معايا، يعني هو اللي هيوصلني. وسابته ومشيت. عمر كانت عينه بتطلع شرار: لو مش مشيت حالا من وشي هنفخك يا رائد. جه رائد وبيكتم ضحكته. اما عمر حس بالغيظ الشديد: ماشي ماشي يا زينه، صبرك عليا. نروح عند زين اللي قاعد في بيت زينة مع أبوها وهو بيحاول يقنعهم إن زينة تتنازل عن محضر. مش هتنازل. وهنا ردت مامتها وهي بتبص لزين وبترسم أحلام كتيرة قوي.
كفاية عندي بقى يا زينة، كفاية. زين بيه بنفسه جه يسترضيكي يا بنتي. زين بس يا حاجة، أنا قد ابنك، ده شرف ليا يا ابني والله. ها يا زينة، قولي لي ايه اللي يرد كرامتك وانا اعمله، بس ابن عمي يخرج كفايه عليه كده، اظن ان هو اتربى. فرد الاب: ازاي انتوا ولاد عم ومتربيين مع بعض في بيت واحد؟ عمر جايب عصبيه جدي الله يرحمه، بس للاسف حصلت له ظروف من كام سنه كده وبقى بالشكل ده، ما بقاش يثق في اي حد وبيخون كل الناس، وفكره ان اي حد اقل منه ماديا هيحاول يستغله. هو ما كانش كده، بس الظروف اللي مر بيها للاسف هي اللي غيرت في كده. لا حول الله ولا قوة إلا بالله، والله شاب زي الورد، بس لسانه أعوذ بالله منه. عمر أحسن مني مليون مرة والله يا طنط، وقلبه طيب جدا، بس هو لسه مش قادر يتخطى اللي حصل له. كانت زينة نفسها تسأل بس مسكت لسانها بالعافية. ربنا يصلح له حاله. ها يا زينة يا بنتي، هو في كده فعلا أخد كفايته؟ موافقة، بس على شرط. موافق، اطلبي اللي تعوزيه. يجي وسط الشارع ويعتذر بصوت عالي قدام كل الناس. مين لا مؤاخذة؟ عمر. مستحيل مستحيل عمر يعمل كده، اختاري حاجة تانية. هو ده اللي عندي، يا كده يا ما نخلي القانون ياخد مجراه. المشكلة أصلا انتي ما تعرفيش عمر، أنا خايف أصلا لما يطلع ممكن يعمل حاجة. هو ممكن يعمل حاجة يا ابني، حاجة واحدة بس يا عمي. يقرب كده من بنتي ولا اديله بالشبش. لا يا حاجة ما تخافيش، عمر مش كده. ربنا يسهل، هحاول أقنعه. قام وقف والكل وقف معاه، اتحركوا ناحية الباب، بس فجأة الباب خبط بقوة وصوت عياط أسماء وصل ليهم. فتحت زينة الباب بسرعة فحضرتها أسماء: الواطي الواطي يرمي الدبلة في وشي. أنا بعد ما استحملته واستعملت القرف اللي بقى يشتغل ويقول لي البنات هناك قال ايه تحلم على الحبل المشنقة. أنا اللي اتقيت ربنا فيه، وده كله ليه؟ عشان بقوله سيب الشغلانة الزفت دي يا اما همسك الخطوبة. بعدت عنها اسماء. يروح رامي الدبلة، هريت عليه العشرة، هريت عليه الايام يا زينة، ده اصلا ما يستاهلش ضفرك يا اسماء. وبصت لابو زينة: تعالى شوف ابويا، عشان لما عرف بيقول لي انتي السبب، وقال ايه عاوزني اراضيه. قال زيني اللي كان قلبه بيرقص من الفرح: تراضي مين؟ اوعى تهيني كرامتك. اتصدمت اسماء وهو حس بالاحراج لما لقى الكل بيبص له. اسف لتدخلي، انا ما اقصدش حاجه، انا قلت نصيحه. اخذت زينة اسماء على اوضتها، وهنا رد الاب: ولا يهمك، اتفضل. وانت يا ام زينة اطلعي فوق لام محمود عقبال ما اوصل زين واجي، مفيش داعي، سلام عليكم. ردوا السلام ونزل بسرعه. وهنا الام قالت: يجعلوا من نصيب بنتي شاب ولا اي شاب. جوزها بصلها بذهول: ايه بتبصلي كده ليه؟ بيقولك اخطب لبنتك وما تخطبش لابنك، وبعدين ده يعيبه ايه بس؟ يا ولية شوفي هو فين واحنا فين، مش عشان محترم وشهم معانا هنعيش احنا في الخيال، خليكي واقعية. مستحيل، هي اتجننت ولا ايه؟ هي مش عارفة بتكلم مين؟ عمر شكلك انت كده بقى حبيت القعدة هنا، البت عنيدة جدا وانت دوست على كرامتها وكرامة اهلها، ودي اقل حاجة ترد بيها اعتبارهم. تشوف اي حاجة تانية، لو عاوزة فلوس عاوزينها فلوس. يا ابني بقى فوق، مش كل الناس عاوزين فلوسك، البنت عندها كرامة وعزة نفس. خلاص بقى خلي القانون ياخد مجراه. بص من الاخر كده لازم تتعامل بأدب ونكسب الناس دول، عشان بصراحة هيبقوا نسايبي، وانا ما صدقت لقيتها ومش هسيبها. حس عمر بصدمة وقلبه دق بقوة وشعور غريب بقى يسيطر عليه. زينة مين؟ لأ أنا بتكلم على أسماء جارتها، النهاردة فشكلت خطوبتها، بس أهلها شكلهم مش راضيين لأن الفرح كان قريب قوي، ودي عيبة عندهم حاجة زي كده. وهنا عمر حس بارتياح إنها مش زينة اللي عجبت ابن عمه. خلاص فكك مني بقى وأقولك اتبرى مني. ليه العند بقى يا أخي؟ مش هعتذر لو على رقبتي. بعد وقت في وسط الحارة كان واقف عمر وسط أهل الحي: أنا آسف، بعتذر عن غلطي وعن اتهامي للآنسة زينة، وأتمنى تقبل أسفي هي وعيلتها. كان قاعد زين ورائد في العربية كاتمين ضحكهم، وزينة فوق في البلكونة ومعها أسماء قاعدين يضحكوا، وأبو زينة واقف لعمر: خلاص يا أستاذ روح شوف حال سبيلك. مستحيل، لازم زينة بنفسها اللي تقول قبلت. وراح صارخ بشكل أوفر كأنه بيعترف بحبه وفرد دراعاته: زينة أنا اعتذرت، ها مش عاوزة تقولي حاجة؟
الام لطمت وهي واقفه جنب بنتها. يا اختي الواد هيفضحنا، انزلي بسرعه يا زينه، خلصينا من الفضايح ديت. يا ابني كفايه. عمر فضل يكلم في الناس في الشارع. اعمل ايه يا ناس؟ مش راضيه تسامحني. اعمل ايه؟ اجيب ورد اركع على ركبتي؟ فجالهم جارهم. هو انتوا مخطوبين؟ للاسف الخطوبه شكلها مش هتتم بسبب زعل زينه، خلوها تسامحني بقى. ام زينه بتلطم فوق. يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي. اسماء وقعت على الارض من كتر الضحك. زينه حست انه بينتقم منها وبيقلب عليها الترابيزه وسط الشارع. وهنا قال عمر وهو مستمر في حاله الجنان. ها يا عمي، هتسامحني على الغلطه دي وتجوزني زينه؟ وهنا رائد واقف مذهول، وزين قال ده مش ناوي يجيبها البر. والاب بيقول جواز ايه بس يا ابني، هو انت اتجننت؟ شوفوا يا ناس، عشان غلطت غلطه عاوز يلغي الجوازه بعد ما بنته خطفت قلبي. كل الناس بتغلط وانا عرفت غلطي واعتذرت ومستعد اعمل اي حاجه وقدام كل الناس دي، بس اوعى تلغي الجوازه. ابو زينه حس انه اتحط في موقف صعب وكل الناس بتبص له، فجاله واحد. خلاص بقى يا ابو زينه، معروف عنك دايما انك راجل حقاني والشاب زي الورد. وهنا رد ابو زينه بهدوء عشان ما يخنقش عمر. طب كفايه فضايح وتعالى يلا على فوق، يعني اعتبر دي موافقه قدام اهل الحي. ليكم عليا اول ما نحدد ميعاد الفرح لحل كل بيت في المنطقه كلها. ضحك الكل وبصوا بتشجيع، فنزل زين ورائد بسرعه وراه في الشقه. وهنا صرخ ابو زينه. فاكر كده انت بتلوي دراعي؟ لا يا حبيبي، مش انا اللي تلوي دراعي. كانت واقفه زينه ولسه ما خرجتش من صدمتها. قعد عمر وحط رجل على رجل. انتوا لسه شفتوا حاجه؟ وهنا جاله زين وضرب رجليه. مش اسلوب ده يا عمر، اطلع منها، قلت لك اتبري مني لو انا مش عاجبك. فشدوا زين ووقف قدامه. اعتذر حالا عن المهزله دي. وماله؟ اتحرك ناحيه البلكونه فمسكوا زين بسرعه. اتظبط يا عم، بدل وربي هنسى كل حاجه. انسى. وهنا جات له ام زينه. في ايه يا ابني؟ ولا ما حدش مالي عينك ولا ايه؟ ام زينه خدي البنات وادخلي الاوضه. اسمعي كلام حمايه يا حماتي. كاك حما الدبب في عينك يا بعيد. حبيبتي يا حماتي والله. وقام مديها بوسه في الهوا. مسكوا ابو زينه. مش عشان معاك قرشين مقاوين قلبك هتعيش علينا الدور. فوق بدل وربي اكمل حياتي في السجن بسببك. كان عمر ما اكلش من يومين وهو في السجن، فضغطه بقى يوطى، بس كان بيقاوم بيحاول يقف قدامه. مش انتوا اللي عاوزين عمر الشافعي بنفسه يعتذر؟ اهو اعتذرت. وليه تقول للناس انها خطيبتك وتعمل الحوار ده كله؟ احنا قلنا تعتذر وترد كرامتها قدام الناس، مش تعمل فيها حبيب وتغير كل حاجه على مزاجك. عشان عاوز كده وهتجوز بنتك، يعني هتجوزها. الراجل حس بانفعال شديد فقام مديله باللقميه في وشه. وهنا صرخ زين وهو بيقف في وش ابن عمه. انا ما اسمحلكش. ايوه اخويا قليل الادب ما ترباش، بس ما اسمحلكش تمد ايدك عليه. يعني عاجبك اللي هو بيعمله ده يا استاذ؟ لا طبعا. وقام مديله زين هو اللقميه. كانت زينه حاطه ايديها على بقها وهي باصه بصدمه لعمر. الكل باصص لزين بذهول. انا مدي ايدي عادي، بس ما حدش غريب يمد ايده عليه. لا يا شيخ، عارف لولا انك داخل على جواز كنت شويت وشك. البركه فيك بقى، هو في جواز بعد كده؟ وهنا اخيرا رد رائد اللي كان قاعد بقاله فتره ما بينطقش لانه كان مشغول من طبق الفاكهه اللي عمال ياكل فيه. هتتجوز يا زين بجد؟ اخصى عليك يا اسطى، ما اعرفش كده وابقى زي الغريب. يقضي لسه العروسه مفشكله خطوبتها امبارح ولسه هتقدم ليها النهارده. وهنا زين كان هيتشل من غباء الاتنين اللي واقفين قدامه. اما زينه وعيلتها واقفين مصدومين من التحول ده. واسماء قلبها ابتدى يدق جامد. وهنا رد رائد. مين دي ياض؟ اوعى تكون باكينام بنت راجل الاعمال عدلي دوت. فرد عليه عمر. نيفر، دي لو باكينام ما كنتش خشيت له بيت اصلا. مال عمر على رائد وبيهمس بس صوته كان عالي. اسماء ياض صاحبه زينه، اصل انا جيت اعتذر علشانه وعشان الجوازه ما تبص. حس زين انه هيجيله جلطه فقرب من ابو زينه وسلم عليه. اتشرفت معرفتك، لو عاوزين تبلغوا البوليس قولوا ليا وانا هساعدكم. وسابهم ومشي. يا ترى ايه اللي هيحصل؟ ده اللي هعرفه الحلقه الجايه. ايه استنونا لو اسمع على اخر الحلقه ينشر القناه والله عجب الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.